السلام عليكم. لو ما شفتش الاجزاء الاولانيه فهتلاقي اللينك بتاعها في اول كومنت، وما تنساش لو عجبك الفيديو اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، واعمل لايك وكومنت، ده بيحفزنا كتير جدا. واهم حاجه تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا. ويلا بينا نبدا. وجينيو بيساله عن حال الجيش وبيقول يا ترى الموضوع صعب زي ما الشائعات بتقول، وهو بيقول له ده حقيقي الموضوع كان سهل بكتير من ان ابيد الشيطان العظيم، والناس هناك كانوا عاملين زي المتسولين اصلا. وجينيو بيقول له انت بتتكلم عن الناس الكبيره في السن. وسانجرين بيقول له ده حقيقي، وكمان شكل الصغيرين هناك هينفجروا بمجرد الضغط عليهم، علشان كده كان لازم يتم التعامل معاهم على طول. وجينيو بيقول له طب انت كل ده ما قلتليش ازاي قابلت مراتك؟ وهو بيقول له انا كنت بشتغل في العمل اليدوي زي ما قلت لك، وكان في حادثه بتاعه سقوط لافته ضخمه وانا انقذتها في الوقت ده، وحصلت على ندبه كانت على وشي اثناء العمليه دي. وجينيو بيقول له يعني انت انقذتها من الخطر؟ وهو بيقول له في الواقع في الوقت ده مراتي كانت بتدرس في جامعه قريبه، واحنا لما كنا هنصطدم ببعض انا استجمعت شجاعتي لاول مره واقترحت عليها اننا نشرب شويه قهوه مع بعض. وجينيو بيقول له انتوا شكلكم اتقابلتوا كتير بعدها. وهو بيقول له صحيح، هو انت ليه بتسال فجاه كده؟ هو انت لقيت بنت تعجبك ولا ايه؟ وهو بيقول له ده حقيقي. وسانجرين بيفرح وبيقول له بجد؟ طب مين؟ وهو بيقول له هو انت مش فاكر البنت الفاتنه اللي كانت بتجري جوه المدرسه دي؟ وساعتها سانجرين بيقعد يضحك، ولكن بعدها بيقول ده انا لحظه، وبيقول في باله يا ترى شجره العيله هتبقى ازاي لو انضمت زميله سيون وبقت زوجة الزعيم. بس استنى، مفيش حاجة تضمن انها تكون زميلة في الفصل بتاعه. وهو بيقعد يفكر في ترتيبه في العيلة وازاي صاحبة بنته هتكون مرات الاب بالنسبة له، لانه زعيم الطائفة بقى وكده. وجينيو بيقول له انا عارف اللي هو موضوع محرج شوية، ولكن يا ترى البنات الكورية بيحبوا ايه؟ وسانجرين بيقول له انا ممكن افهم قلب صغار السن الايام دي، ودايما كان التعبير عن الاعجاب كان بيكون على السوشيال ميديا، وده منتشر جدا، وانت لو سبت لها تعليقات ذات معنى بمهارة هتخليك متحمس جدا. بس انا فعلا بتساءل اذا كان مظهرها هو اللي جذب قلبك ناحيتها. انا عمري ما شفتك استباقي زي كده، واستباقي هنا معناه اللي هو بياخد المبادرة علشان يكلمها. وجينيو بيقول له يا ترى المظهر مهم؟ المهم هو القلب. وسانجرين بيقول له بس انت ازاي؟ انت ما شفتهاش غير لحظة بس، فانت ازاي قدرت تفهم قلبها؟ انت المفروض تتعرف على الشخص الداخلي لما تقابله، مش قبل كده. ولكن جينيو بيقول له هو انت ما تعرفش ولا ايه؟ انا بقدر استشعر الصفات الفطريه للانسان. سانجرين بيقول له ايه بجد؟ هو من امتى انت عندك مهاره زي دي؟ وهو بيقول له من ساعه ما وصلت لحاله الامتصاص، وقصده هنا لما كان بيعبر من البوابه وفقد جزء من قوته. وجينيو بيقول له صحيح انت كمان مررت عبر البوابه بتاعه القصر السماوي دي. طاقه الكي البدائيه كانت هي المصدر الناقل للحياه ساعتها، وما كانش ينفع انك تثقلها او انك تغيرها او حتى تحولها، بخلاف طبعا المهارات المكتسبة، وهي كانت بتتراكم بناء على الطريقة اللي بيعيش بها الشخص وقيمته. واللي كان عندهم طاقة كي فاسدة كان دايما شخصياتهم بتكون شريرة، واللي كانوا بيتمتعوا بطاقة كي ساطعة كانوا دايما بيكونوا أشخاص إيجابيين. لو فكرنا في الموضوع فالفنانة اللي انا شفتها في اتوان كانت برضو متوازنة ومشرقة، وسانجريم عينه بتلمع ساعتها وبيكون عايز يستغل الموهبة بتاعته، وبيقول له احنا المفروض نشتغل مع بعض في المستقبل. انا عايزك تدور لي على الناس اللي عندهم مواهب علشان يديروا الشركة. انت هتكون بتدور على افراد صادقين، ولكن شركات تانية بتكون بتدور على اشخاص ذات تفكير ذكي. ايه رأيك تنضم لينا كمحور لاجراء المقابلات التنفيذية في الشركة؟ ده ممكن حتى يكون من اول الاسبوع الجاي. وجينيو بيقول له ايه محاور؟ والمحاور هنا قصدهم على موظف الاتش ار. وبعد كده سانجرين بيسأله عن طاقة الكي البدائية الخاصة بيه دلوقتي. وجينيو بيقول له بص انا مش متأكد، علشان الاشخاص ذو القوى الداخليه ممكن نتشافوا بشكل غامض. وسانجرين بيقول له يا ترى احساسك كان ايه لما شفتني اول مره في ميون؟ وساعتها هو بيقول له انا كنت منزعج جدا، انا كنت شايفك عمال تتقدم في السن زي البالونه اللي عماله تفقد الهواء بتاعها. وساعتها سانجرين بيحبط، وجينيو بيقول
حتى لو كان فنانون القتال بيشعروا بالغموض. بس يا ترى تفتكر انك مش هتعرف طاقتك الاساسيه في الحياه والموت اللي انتوا شاركتوها سوا؟ انت كنت عامل زي السيف اللي مصنوع من اللهب، ومع انه ظاهريا كان مجرد غبي، ولكن في اعماق قلبه هو كان بيخفي سيف سخن جدا وحاد كمان. وسانجرين بيتضايق وبيقول في باله ولكن دلوقتي انطفت النيران وتضاءلت الشفرة. ولكن بطلنا بيقول في باله حتى بعد ما عشت لمدة 22 سنة من غير صراع، فطاقة الكي البدائية عمرها ما بتتغير. يا ترى ممكن ده بيكون بسبب الشخص ده؟ وهو قصده هنا على الراجل اللي قابله في البوابة وقاطع راسه، وبيفتكر لما بيقوله انه مساحة الخسارة لازم فيها تخسر اغلى حاجة عندك، وده علشان تقدر تعدي منها. والراس ده بيقول لبطلنا علشان انت بارع في القتال فانت اتجاوزت القواعد، وده هيتيح ليك انك هتختار يا ترى انت عايز تخسر ايه. وهو بيقول في باله بس البيان ده في الاصل ما كانش بيتضمن اي حفظ او اختيار، وده معناه ان لازم على الشخص انه يخسر الجانب الاكثر قيمة اللي بيشكل نفسه. وعلى وجه التحديد كان سانجرين، لانه كان بيحب فنون القتال نفسها، علشان كده هو فقد حاجة مرتبطة بالفنون القتالية. وسانجرين بيقول له يا سيدي يا ترى هنرجع للبيت؟ وجين يو بيقول في باله يا ترى انت ايه اللي انت عايز تحميه؟ يا ترى ايه 90% اللي احتفظت بيها؟ سانجرين بيقول له انت لو ما جيتش معايا انا هسيبك في الشارع واروح لوحدي. وجين يو بيقول في باله انا فعلا مش فاكر ايه هو، مهما حاولت افتكر انا لسه مش فاكر. وبعد كده بنروح لواحد اسمه كيم سيونج، بيقول على الرغم من صغر سني فانا مؤلف مشهور معروف في عالم الروايات الخيالية، وفي بعض الاحيان لما كنت بحس بالملل كنت بزور منتديات الاسئلة والاجوبة، وبالصدفة لفت انتباهي سؤال واحد بس، وده كان سؤال مكتوب فيه انا لقيت نفسي بروح المدرسة ومع ذلك انا مش متأكد تماما من المفروض اعمله بالظبط. يا ترى في اي حد يعرف الواجبات اللي المفروض الواحد يعملها في المدرسة؟ والمؤلف بيقول ده كان كائن مطلق من بعد تاني، وبيقول ان الشكل كده في كتير من الكتاب وقعوا في حالة من الركود. بيقول بس انا حاسس باحساس غريب من الألفة، بس دلوقتي هما بيقولوا ان انا بقيت مؤلف بيتمتع بشعبية كبيرة، ولكن كان في اوقات انا كنت بعاني فيها من الركود انا كمان. وبعدها بيكتب للشخص ده وبيقول له يا ترى انت عايز شوية افكار؟ وبيتخيل جين يو وهو راح للمدرسة، وبيقول ده كائن مطلق بيروح للمدرسة وفعلا بيبعت له كتاب للمبتدئين، وبيقول ان بالطريقة دي انا اكيد هقدر اساعده واديله افكار. وبيكتب له بيقول له المدرسة دي هي بيئة أكثر ثباتا مما قد يعتقده أي شخص، عاملين زي السناجب اللي في العجلة وبيكرروا إجراءات متماثلة كل يوم. علشان كده أنت لازم تركز على الطلاب الملتحقين بالمدرسة دي مش على المدرسة نفسها. وبنشوف جين يو اللي بيكون قاعد على الكمبيوتر وبيقول إيه ده في حد رد فعلا. والمؤلف ده بيقول له لما بيروح الكائن المطلق للمدرسة لأول مرة فأول حاجة لازم يعملها وبيديله التفاصيل، وجين يو بيفهم بعدها. وللي ما فهمش اللي حصل يا شباب، فجين يو كان عايز فعلا حد ينصحه بشأن المدرسة لأنه أول مرة يخش مدرسة في حياته، ولكن المؤلف افتكره مؤلف رواياته وكمان وما عندوش أي أفكار، فهو اداله أفكار ما بتحصلش في الواقع أصلا، وده أكيد هيعمل حاجات غريبة جدا. خلينا نشوف. وبعد كده بنروح لناس غريبة لابسة أقنعة، واحد فيهم بيقول قريب جدا هيتولد أطفال هيتمتعوا بسمات مستيقظة من خلال أبائهم، والتاني بيقول له دي أخبار كويسة، أنا بفترض إن المرحلة التانية ما بقتش بعيد، بس كان في حاجة غريبة بتحصل في بلد صغيرة في شرق آسيا. واحد بيقول له يا ترى الموضوع بيتعلق بكوريا الجنوبية؟ لحسن الحظ دي الدولة اللي اتكيفت بشكل أفضل مع النظام، وبدون أي إنذارات ظهرت البوابات هناك، وكان وحش البوابة الرئيسي كان قرب يستيقظ. واحد تالت بيقول لهم انتوا هتستخدموا مصطلح الوحش، ده فعلا تعبير يشبه الإنسان، بس احنا كنا شغالين مع الأمين العام وعلشان كده اتعلمنا شوية مصطلحات إنسانية، بس أنا هصلح المواضيع باستخدام وحش المرشح. بس الوحش المرشح ده بطل خالد بيخرج من سباق النوكة بعد 500 سنة، أنا فاكر اللي اسمه
كان لينت كوكس. وزميله بيقول له يا ترى اختار النظام انه يتدخل دلوقتي، وده بسبب وحش المرشح كان بيحاول يستيقظ. انا متاكد ان في استراحه عند البوابات دلوقتي. والتاني بيقول له لا، ده تم اخلاء البوابه. وهم بيستغربوا بيقولوا ايه اخلاء؟ يا ترى كان في افراد كتير جدا مستيقظين من الكوريين في المنطقه المجاوره؟ والتاني بيقول لهم لا مش بالظبط، ده حتى ما فيش اي حد من الامن العام ولا الحكومه الكوريه كانوا عارفين هويه اللي استيقظ هناك. واحد بيقول لهم صحيح، بالسبب ده انا متاكد ان اللي عمل كده فرد مستيقظ من البشر، بس احنا ما قدرناش نعثر على اي اثار ليه ولا حتى علامات على ارتفاع المستوى. وواحد تاني من زمايله بيقول يا ترى احنا حتى محتاجين نتولى الامور التافهه اللي زي دي؟ بعد كل حاجه ده مجرد انسان. ولكن زميله بيقول له المواضيع التافهه دي غالبا ما تقود لاسباب عظيمه. هو انتوا نسيتوا الوجود المطلق للسهول الوسطى؟ ده كان انسان برضه. وواحد تاني منهم بيقول صحيح، احنا برضه كنا بشر قبل كده. والتالت بيقول لهم لو تم اجلاء البوابه فالمفروض ان الوحش المرشح لسه عايش، مش كده؟ والتاني بيقول لهم يا ترى ايه رايكم عن تصفيه لينت كوكس؟ وزميله بيقول له مش المفروض ان ده الجزء التاني من الخطه؟ ولكن زميله بيقول له ايه رايكم مش المفروض جه الوقت علشان نقدم صدمه في المرحله الاولى؟ كان في كتير جدا من المستيقظين الاقوياء في كوريا، علشان كده احنا لازم نتخلص من اللينت كوكس. وزميلهم التالت بيقول لهم انا بتفق معاكم. وواحد تاني بيقول لهم لو انتوا الاتنين وافقتوا فانا كمان هوافق، وانا هتولى مسؤولية سكرتير عام SG في كوريا الجنوبية، وبعد كده هستولى مسؤولية التعامل مع اللينت كوكس، وانا هستعد للتصفية لما نحتاج ليها، وانا بعد وقت طويل جدا اخيرا هقدر اتناول وجبة حلوة. انا فعلا بتمنى انه يزدهر الثراء الروحي للكوريين دلوقتي، وكل ده علشان الحضور الملكي. والتلاتة دول بيكونوا مروبين جدا ومحدش عارف عنهم اي حاجة. وبعد كده بنشوف نائب المدير اللي بيكون قاعد مع مرات سانجريم وكمان جينيو، وهي بتقول له بالمناسبة يا سيدي انا مش عايزاك تكشف ان سويون وجينيو اولاد عم. وهو بيقول لها ماشي، بس يا ترى في مشكلة؟ وهي بتقول له لا مفيش اي مشكلة، ولكن سيون بتكره معرفة الناس التانية بالموضوع، هي ممكن تكون بتمر بمرحلة مراهقة. وهو بيقول في باله انا كده كده مش محتاج ان اعلن عن حاجة زي كده، ولكن ان اخلي موضوع زي ده سري دي حاجة معقدة جدا. ولكن هو بيقول في باله ان مبدأ معلم مدرسة دايج وانج انه بيعتبر كلمات العيلة ذات ملاعق فضية ثمينة كالذهب، وبيقول ان الشخص اللي قدامه دلوقتي هي مرات رئيس شركة LF للإنشاءات، والLF دي هي شركة أنشأت رمز كبير جدا للتعافي، وده بسبب المشاريع اللي عملتها بعد الكوارث. واحنا لو بعدنا عن السياسة فده معناه عدم وجود تأثير في المنطقة دي، ولكن باستخدام العقلية الصحيحة احنا هنقدر نطلق العنان للإمكانيات الهائلة. والمدير بيقول لها لو انت حابة نفصلهم انا ممكن اعمل ده. وهي بتقول له لا اعتقد ان من الافضل انهم يكونوا في نفس الفصل. وهو بيقول لها انا شايف انك عندك وفرة في الاحساس. وهي بتقول لجينيو انت اكيد فاهم انك ما ينفعش تضرب رفاقك علشان هما مش بيحبوا حاجة معينة، مش كده؟ وهو بيقول في باله ايه الرفاق دول؟ وهي بتقول له انا قصدي على اصحابك يعني. وبعد كده بنشوف سانج سو في المدرسة وبتقعد تقول انا جيت بدري النهاردة بسبب جينيو ومن غير اي سبب كمان. وبيخش المدرس وبيصبح على الطلبة وهي بتقول يا ترى فين جينيو؟ امي كانت دايما متأكدة اننا هنكون في نفس الفصل، يا ترى انا لازم اسألها ولا ايه؟ وبتبدأ تفتح التليفون وبتكتب لها، ولكن هو بيخش على طول وبيكون متقمص دور واحدة من الشخصيات بتاعة الافلام والمسلسلات. وساعتها سانج سو بتتحرق جدا منه وبتقول له هو انت مجنون ولا ايه؟ وبنعرف اللي هو عمل كده كان بسبب رهان هم عملوه امبارح هما الاتنين، وهي كانت بتهزر وطلبت منه كده وما كانتش تعرف انه هياخد الموضوع بجد. والطلاب بيضحكوا وبيقولوا لها ايه ده؟ هو انت عارفه الطالب المنقول ده فعلا حاجه مثيره. وهي بتقول في بالها دول صدقوا اللي انا قلته، صحيح مدرستنا هي مكان تجمع الاثرياء فعلا، انا حاسه جدا بالارتياح دلوقتي. وهو بيقول انا اصلا اتبعت الطريقه زي ما كانت موجوده على الانترنت. وبعدها بنشوفهم هما الاتنين بره وجينيو
بيكون عمل كده علشان ينفذ الطريقة اللي المؤلف كيم قال له عليها، لو حد فاكر يعني. وهي بتقول له انت بتصدق المنشورات دي؟ هم اكيد بيهزروا، مفيش حد طبيعي بيعمل كده. وهو بيقول لها ليه؟ ده حتى الحيوانات عندها نظام في التسلسل الهرمي، ولما بينضم ليهم اي وافد جديد لازم يكون مميز. وهي بتقول له انت شايف البشر حيوانات؟ انت لو كنت عايز تعمل كده فكان لازم تستنى على الاقل لما المدرس ما يكونش موجود، انت غبي ولا ايه؟ وبعدها بتضربه، ولكن هو بيتفادى الضربة كالمعتاد وبيقول لها خلاص انا مش هعمل كده تاني. وهي بتقول في بالها انا كنت عارفة اللي ده هيحصل بسبب الدراما اللعينة دي، كوريا الشمالية الغبية دي. وهو بيقول في باله من المستحيل ان نتقاتل مع سانج سو، علشان كده انا لازم استسلم ليها، وبغض النظر هيوديني فين خط الدم ده. ولكن هو بيفتكر فجأة المعركة الاولى لسيادة جيش التدمير المكون من الايتام والعبيد، وساعتها سانج ريم كان جه في الاول وانا كنت في المركز العاشر في الوقت ده. ولكن فجأة بنرجع تاني للحاضر، وجين يو بيحس بهالة غريبة جدا، وبيقول ان الهالة دي شبه اول يوم ليا على الارض، وكمان شبه وجود البوابة في محطة سول. ده الموقع نفس الموقع اللي انا كنت فيه برضه. مهما كانت الغرايز بتاعتي جيدة فهي اكيد مش هتوصل لمحطة سول هنا يعني. بس المفروض اللي سانج ريم قال لي قبل كده ان البوابة مش هتظهر في نفس الموقع مرة تانية. يا ترى ده معناه ان البوابة اللي اتفتحت دلوقتي قوية جدا، وساعتها الجو بيبدأ يتغير. وهي بتقول يا ترى هي هتمطر ولا ايه؟ ولكن لما بتيجي تبص على جين يو مش بتلاقيه جنبها، وكانت لسه هتقول له على الاكل ولكن هو اختفى. وبنشوف اللي جين يو كان طاير اصلا في السماء وكان متوجه ناحية البوابة. وبعد كده بنشوف سانج ريم اللي بيكون قلقان على جين يو علشان يوم الاول في المدرسة، وبيقعد يقول انا فعلا بتساءل اذا كان السيد هيكون كويس ولا لا. ولكن فجأة بيلاقي رسالة في التليفون، ودي بتكون من جين يو، وهو بيقول له انا حاسس ان هخش البوابة دلوقتي. والتاني بيقول ايه بوابة؟ انت ليه عايز تخش البوابة فجأة كده؟ وجين يو بيقول له علشان تم فتح البوابة في اليوم الاول من النقل بتاعي. وسانج ريم بيسأله على المكان وبيقول له يا ترى هي في الثانوية بتاعتك؟ والتاني بيقول له لا دي في محطة سيول. وسانج ريم بيقول له هو انت فعلا لازم تروح؟ الموضوع مش كأن في اي مستيقظين تانيين في كوريا يعني، ولو كانت البوابة فيها مهمة البقاء او الاستيلاء على معقل فده ممكن يستغرق 7 ايام، وانت لسه منتقل النهارده، فهيكون غريب جدا لو انت غبت لمدة اسبوع. وهو بيقول ان سانج ريم عنده حق، ولكن مش علشان الاسباب التافهة دي اسيب الناس اللي قدامي يموتوا. وبيفتكر ذكرياته من وقت فات، وبنشوفه هو بيقطع واحد بالسيف بتاعه، وبعدها بيكون هازم ناس كتير جدا، وده علشان الناس دول كانوا بيخطفوا الناس. وبعدها الأسرة اللي هو أنقذها بيشكروه، وهو بيقول لهم ما تقلقوش أنا ما عنديش أي مطالب، علشان كده ما تقلقوش من أي حاجة. وجو تشينج بيقول له يا سيدي حتى لو احنا جرينا بأقصى سرعة فالموضوع برضه مش هينفع. احنا أول امبارح احنا اثرنا نمر كان بيهاجم اخصائي اعشاب، وكمان اتعاملنا مع النو كريم اللي هم اختطفوا اهل الرز. هو انت ليه اصلا بتساعد في حاجه ملهاش علاقه بيك؟ وشين يو بيقول له علشان ده حاجه انا اقدر اعملها، ولو في حاجه انا هقدر اعملها انا مش عايز اتظاهر بعدم المعرفه او الجهل. وبعدها بنرجع تاني للحاضر وبنشوف مستيقظين كتير جدا، وكمان بيكون في شرطة وبيكونوا عمالين يوجهوا الناس، وفجأة بيكون في احتفال حوالين البوابة، ولكن الناس اصلا مش بيكونوا حاسين اللي في بوابة هتنزل عليهم. وبنشوف وول هناك اللي بيقعد يقول هو ايه اللي بيحصل ده دلوقتي؟ بتتجمع قوات الاس جي وكمان القوات المؤيدة لكوريا، وبيكون في الرتبة المحلية للمركز الاول مون سوهيوك، وده هو البطل هناك، وده مؤيد لمجموعة الاس جي للسلام العالمي. وبيكون في واحد تاني مصنف اول برضه واسمه شا جونج مونج، وده تبع القوات المؤيدة لكوريا، ودول بيحافظوا على السلام بتاع كوريا بس. وفي الواقع الافراد المستيقظين مش بيهتم قوي بالتمييز اللي بينهم، ولكن بسبب صراعات الفصائل السياسية على السلطة وبسبب المعركة الطفولية بينهم اتجمع حوالي 90 من كبار الرتب والموارد البشرية القيمة في سيول. وبنعرف ان الفصيل المؤيد لكوريا اطلق احتجاجات كتير جدا متنكرين في زي موكب الجنازة، وكمان
كمان مدعيين ان رئيس مقر الاس جي التابع للامم المتحدة جمع الفصيل المؤيد للاس جي وكمان القديسين، وكل ده علشان يثبت تفوقهم العسكري على الفصيل المؤيد لكوريا، وده كان حاجة مثيرة للشفقة. وكل الافراد المستيقظين كانوا حاسين بالاشمئزاز الذاتي. ومون سو هيوك بيقول هو ايه اللي انا بعمله ده؟ دي فعلا حاجة غريبة جدا. ولكن فجأة هو وتشا بيحسوا ان في بوابة هتيجي وبيبدأوا يستعدوا للقتال. ولكن في واحد بيقول هما بيسحبوا اسلحتهم ليه؟ يا ترى ده هيتحول لاحتجاج مسلح؟ ولكن هما الاتنين بيأمروا كل الافراد المستيقظين انهم يتجمعوا حالا ويستعدوا للبوابة. والناس كلها بتخاف وبيقولوا ايه بوابة؟ هو في بوابة تانية في محطة سيول؟ وساعتها بيبدأ الاختيار وبيتم اختيار مستيقظين كتير، ولكن تشا مش بيتم اختياره، وهو بيأمر بقية المستيقظين انهم يقيموا عدد الموظفين وبيعرفوا انه تم اختيار 47 فرد بس، وكل دول تم اختيارهم علشان كانوا افراد مستيقظين. وتشا بيتصدم وبيقول اخدوا الافراد المستيقظين بس؟ ده كان في حشد كبير جدا هنا. وبعدها بيوصل جين يو وبيقول انا شكلي اتاخرت شويه، بس لا انا سمعت شائعات بتقول ان في اختيار من عن بعد، علشان كده حتى لو انا كنت وصلت بدري ما كنتش ممكن اقدر اخش برضه. وفي الاصل الطاقه هي نتيجه جزء من الطبيعه، وعلى الرغم انه بيتمتع بصفات كونه سخن وبارد ومتجمد، ولكن هو بيفتقر للنية. ومع ذلك فالبوابة اللي تم إنشائها دلوقتي دي بتديني شعور بالشر، وممكن تكون اتولدت من خبث شخص أو حد استخدم العناصر الموجودة بطريقة غير صحيحة أو بطريقة ملتوية. أنا شكلي أحتاج لسيف المرة دي. وهو لما بيبص بيلمح تشا وهو معاه السيف بتاعه وبيقول ان في سيف كويس هنا، وعلى طول بينطلق ناحيته وبيقول انا هستعيره الفترة بس وهبقى ارجعهولك. ولكن تشا بياخد باله وبيحاول يصده، وجين يو بيقول له انت شكلك قوي جدا من بين المجموعة دي، ده انت حتى قدرت تتجنب هجومي وكمان هجوم المضاد. وتشا بيستعمل سيفه وبيعمل قوة شديدة جدا وبيروح بكل سرعته علشان يهجم عليه، وفعلا بيقدر يعدي من خلاله، ولكن بيعد من غير السيف بتاعه لان جين يو بيكون خاده منه وبيقول له ده هو اللي كل اللي تقدر عليه. وهو بيقول في باله ازاي بس؟ ده انا عندي جسم غير مرئي ومحدش يقدر يلاحظني، ده كمان سرق السيف السحري اللي انا كنت بستخدمه. السرعة دي تقريبا عاملة زي سرعة الضوء، هو ازاي عمل كده؟ والناس يقولوا ايه شاج وانج المستيقظ ده في حد هجم عليه. وجين يو بيكون طاير في الهواء مع السيف وبيقعد يقول انا عرفت ان سيف جيد من اللمحة الاولى اللي شفتها فيه، ولكن ده طلع سيف رائع فعلا، اعتقد اني هقدر استخدمه دلوقتي. وبعد كده بيستخدم تقنية النيرفانا وكمان الخطوة السرية الأولى واللي هي تقنية الحياة. وبعدها بنطلع فلاش باك وبنعرف ان هما بعد ما مشوا من رئيس هينام، جين يو راح في جزيرة غير معروفة علشان يستعيد جسمه المرهق، وهناك شاف أسرار مذهلة جدا، وأهمهم كان مهارة دخول النيرفانا وكمان سيف النيرفانا نفسه. ولو الواحد كان بيتقن تماما تقنية دخول النيرفانا فهيكون عنده السيطرة على حياة مريم أو حتى موتها. وهو بيجمع الخطوات الستة الأولى لتقنية الدرفانة الداخلية مع الخطوات الستة في النص التاني علشان يكونوا 12 خطوة، وفي الآخر بيكونوا 4 تقنيات، واحدة فيهم هي الحياة وبعدها الموت وبعدها الدخول وآخر حاجة الفراغ. والفراغ ده بيكون الأقرب للتفوق. ولكن بنرجع للحاضر وبطلنا بيستعمل التقنية الأولى وهي الحياة، ولما بيستعملها السيف اللي معاه بيتكسر، وبنعرف ان الحياة مش بتقدر تقتل اي حد ولكن هي بتقطع كل حاجة قدامها، وهو بيكون قطع البوابة وقدر يخش فيها اخيرا. وبطلنا بيقول تقنية الحياة دي كانت قادرة انها توسع فجوة البوابة وعلشان كده انا قدرت ادخل، ولكن هو بيكون منزعج لان السيف اللي معاه
اتكسر، وبيقول انا كنت فاكر اللي هو سيف كويس وممكن يتحمل الضربة، ولكن انا شكلي كده محتاج سيف نيرفانا. وهو بيكون حاسس بالاسف يا عيني على ملك السيف الاصلي، لان هو ده اللي كان مميزه ومخليه من الرتبة اس. ولكن فجأة جينيو بيحس بحاجة وبيقول الوحش واقف هناك، وبيكون في مبنى ضخم، وبيقول في باله لو كانت الطاقة المكثفة دي بتنتمي لوحش واحد بس فده مفاجئ جدا. وبعد كده بنروح لبقية المستيقظين اللي في البوابة، واحد منهم بيقول انا اتعلقت في البوابة مرة تانية وكمان في محطة سيول، وده بيكون كيم. ولكن واحد تاني بيقول له ما تبقاش متوتر كده يا سيد كيم، معظم الاشخاص المستيقظين اللي جم هنا هم من كبار الرتب، وكمان بيتصنفوا ضمن افضل 100 شخص من ضمن المستيقظين كلهم، ومع السيد شاه وكمان مون سهيوك اللي الاتنين دول من الرتبة اس. ده اكيد هيكون سهل جدا، ولكن هو تقريبا ما يعرفش ان تشاه ما دخلش اصلا. ولكن السيد كيم بيقول له 200 مش المفروض ان الاس جي مش بيصنف الاشخاص المستيقظين علشان يمنع الخلافات؟ والشخص ده بيقول له ده مظبوط، ولكن ده علشان المظهر بس زي ما انت عارف، ولكن بشكل غير رسمي في تسلسل هرمي هناك. وعلى الرغم ان السيد كيم تشانج هو وافد جديد، ولكن هو مرشح واعد جدا، ومع شوية حظ ممكن يرتفع ل3 أضعاف مكانته، وانا هعتني بيك ما تقلقش. والسيد كيم بيقول في باله المستيقظ ذو الرتبة اس مون سهيوك ده شكله قوي جدا، ده كمان واضح عليه ان هو الاقوى في البلاد، ولكن لسبب ما انا شايف اللي هو مستحيل يهزم وانج هو. وبعد كده زعيم البوابة بيظهر مرة تانية ليهم وبيقول لهم انا اتشرفت بيكم، وبيرحب بيهم زي المرة اللي فاتت، وبيقول لهم على اسم البوابة اللي هي اس 35. وساعتها كلهم بيترعبوا جدا، والشخص بيقول لهم عدد الموظفين دلوقتي هو 48 شخص، وهم بيتفاجئوا لما بيعرفوا ان البوابة من الرتبة اس، وبيقعدوا يقولوا ده ما اتفتحتش بوابة من الرتبة اس غير 6 مرات في التاريخ، ودي هي المرة السابعة لبوابة من الرتبة اس. والسيد كيم بيقول في باله من اللي انا عارفه ان معدل التخليص للبوابات ذات الرتبة اس هو 0%، وده معناه ان محدش خلص بوابة من الرتبة اس دي قبل كده. وعلى الرغم من ان الكل هنا من قدماء المحاربين، ولكن كلهم خافوا مرة واحدة. يا ترى احنا فعلا هنقدر نمشي من المكان ده؟ وبعد كده بنروح لجينيو وبيقعد يقول هو ايه ده؟ المبنى ده انا شفته في فيلم وثائقي قبل كده. وهو لما بيروح عند البوابة بيطلع له اشعار من النظام وبيقول له مهمة الغارة ما بدأتش لحد دلوقتي. وساعتها بطلنا بيقول انا بعتقد ان الباب مقفول، وشكل كده مفيش اي مدخل او اي فتحة علشان الواحد يتسلل منها. ولما بيجي يضرب البوابة بيقول اللي هي صلبة بشكل غير طبيعي، وبيقول ان الموضوع هياخد وقت طويل جدا علشان يفتحها، وهو بيبقى عايز يرجع قبل وقت الغدا، ولكن هو بيقرر انه يكسرها وبيستعمل قوة كبيرة في ايده. ولكن قبل ما بيدمر البوابة بيطلع له اشعار تاني وبيقول له قبل ذكر المهمة مطلوب كلمة مرور علشان تخش الحديقة، يا ترى انت عايز تدخل كلمة المرور؟ وساعتها هو بيستغرب وبيقول ايه كلمة المرور؟ مستحيل ان نعرف ده. ولكن هو بيلاقي هيكل عامل زي سحر المخطوطات، وفجأة بيفتكر حاجة وبيقول ان الذاكرة دي مش بتاعته، ودي بتكون الذاكرة اللي هو خدها من ميجن، ده لو حد فاكر يعني. وبيقول انا في الوقت ده مش بس اتعلمت لغة جديدة، ده انا حتى اكتسبت شوية مخططات غريبة، وانا كنت فاكر اللي هي مجرد معرفة بتتعلق بلغة في البداية، بس يا ترى هي دي كلمة المرور الصحيحة فعلا؟ ده شكله عامل زي المخطط اللي في دماغي بالظبط، انا شكلي هعرف الاجابة لو انا جربته. وفعلا بطلنا بيبدأ يطبق كل حاجة في الذاكرة بتاعته، وبيقول في باله ان الباب ده بيتطلب كمية كبيرة من الطاقة علشان يفتحه، وبيقول ده حتى معظم البشر محدش فيهم هيتجرأ انه يحاول، حتى البشر الخارقين اللي من الرتبة اس. وفي الاخر الباب بيفتح اخيرا، والنظام بيقول له انت كده اثبتت مؤهلاتك كلاعب رئيسي، وكمان النظام بيرجع له الطاقة بتاعته، وهو بيستغرب جدا يقول ايه طاقتي رجعت فعلا، ده حتى كمان شكلي في زميل مستنيني جوه. وبنشوف محارب من النيكا ولكن بيكون ماسك سيف ضخم، ومن غير اي كلام
بيتجه على طول علشان يهجم على بطلنا، وبطلنا بيتفادى سيفه على اخر لحظة وبيطير لفوق وبيضربه ضربة برجله بيهبده على الارض وبيقعد يضرب فيه. وبعدها بطلنا بيستغرب وبيقول انا عمال اضرب فيه ولكن هو لسه عمال يراقبني. وبطلنا بيقول له انا لسه عمال اتفاجئ النهارده كتير، انا شكلي كده عايز اقتلك اكتر من كده بكتير، يا ترى اسمك ايه؟ والنظام بيقول له ده بطل قبيلة النوكة اللي انتوا كوك، وده اللي كانوا بيتكلموا عليه التلاتة اللي كان شكلهم غريب لو حد فاكر يعني. وبطلنا بيقول مش قبيلة نوكة دي هي الوحوش اللي انا قابلتها في اول بوابة ليا في محطة سيول، ولو فكرنا في الموضوع هما كانوا اكبر بكتير ولكن مظهرهم كان فعلا متشابه. انا كده شكل قلبي بقى قاسي شوية، بس انا لو ما كنتش قتلتهم البشر هما اللي كانوا هيموتوا، ولكن برضو انا مش عايز اسخر من انتقامك. وفعلا بيبدأ يواجهه وبيقول له انا هقتلك بالشكل الصحيح انا كمان. وساعتها الوحش بيتحمس وبيروح يهجم عليه، واللينت كوكس بيكون مفعل طاقة كبيرة جدا. وبطلنا بيقول في باله انا مش مصدق، ده موقفه قريب جدا من الكمال وكمان حركاته شبه البرق، ده انا حتى كنت بستخدم تقنية القدم علشان اتهرب منه، ولكن السيف بتاعه سريع جدا، ده ممكن يطير في وشي في اي لحظة، ده حتى لو اجتمع عليه عدد كبير من قادة العشائر هم اكيد كل واحد فيهم هيفقد ذراع على الاقل في الموقف ده، ولكن لو انت كنت قريب من الكمال فانا اقوى منك برضه. وبطلنا بيستعمل طاقة كبيرة جدا وبيظهر وراه افعى عملاقة، والافعى دي بتبدأ تحوطه وبطلنا بيديله ضربة بتخرم بطنه، واللينت كوكس بيقع على الارض وفي الاخر اخيرا بيموت الوحش. وبطلنا بيقول له ضربتك الاخيرة دي كانت فعلا رائعة. وبعد ما الوحش بيموت النظام بيبعت له اشعار وبيقول له تقدم التصفية الحالي هو 33%، ودلوقتي بيتم امتصاص الطاقة المفلترة بالكامل من قبل اللاعب الرئيسي نفسه. وبطلنا بيقول في باله الطاقة دي شكلها ضخم جدا، ده عمالة تملى جسمي وكمان دي طاقة كثيفة ونقية، انا لو كنت هقارن الطاقة دي بالجينسنج التلج الدائم اللي انا اكلته قبل كده في الماضي فالطاقة دي هتكون مجرد كمية تافهة. وهو بيقول كده لانه هيقدر يمتص الطاقة دي بسهولة، وهو بيبدأ يتأمل وفعلا بيستحوذ على الطاقة كلها. وبطلنا بيقول علشان في طاقة كتير هنا، لو كان اي حد تاني واقف هنا عروقه كانت هتنفجر. وبعدها بطلنا بيقول انا كده استعدت حوالي 30% من القوة الداخلية اللي كانت عندي في السهول الوسطى من بوابة واحدة بس. وبعد كده بيوصل للافراد المستيقظين اللي هو شافهم في محطة سيول، وبيقول في باله انا اكتشفتهم في وقت متأخر علشان انا كنت منغمس في معركتي دي، وبعدها كان في غيبوبة امتصاص الطاقة. وهو بيقول ان دلوقتي اهم حاجة لازم يخفي زي المدرسة بتاعه علشان محدش يتعرف عليه. وبنعرف ان من ساعة واحدة الزعيم بيقول لهم من اول دلوقتي انتوا لازم كلكم توحدوا قوتكم وتهزموا الرئيس في غضون 12 ساعة بس. والناس بتستغرب وبيقولوا ايه 12 ساعة؟ هما مش المفروض اسبوع؟ يا ترى تم تخفيض الحد الزمني علشان دي بوابة من الدرجة الاولى؟ بس ده مستحيل، احنا كده لازم نهاجم فورا. والسيد كيم بيقول لهم الشجاعة دي حاجة مهمة جدا واحنا الاقوى هنا دلوقتي. واحد بيزعله بيقول له بس يا كيم احنا المفروض نفكر الاول اذا كنا هنقدر نطهر البوابة دي ولا لا، لو احنا متنا كلنا البوابة هتنفجر واحنا محتاجين اننا ندي وقت للناس علشان يقيموا الوضع. والسيد كيم بيقول لهم انا عارف ان لو بوابة من الرتبة اس انفجرت هتدمر اماكن كتير جدا، حتى ممكن قطر الانفجار ده يتجاوز منطقة سيول بالكامل. مش هيكون من الافضل لو احنا قللنا منطقة الانفجار من خلال اللي احنا نحرز شوية تقدم بدل ما نفضل قاعدين هنا؟ وبيظهر مون سو هيو وبيقول لهم سواء كنت شجاع ولا لأ، وحتى لو انت تخليت عن تطهير البوابة فكل اللي قاله السيد كيم صحيح، واحنا لازم نروح دلوقتي بكل الشجاعة المتبقية عندنا، واهم حاجة اننا نفوز على الرئيس. والسيد كيم بيسأله وبيقول له
يا ترى الرئيس ده شكله عامل ازاي؟ ومون بيقول له هي دي اول غارة ليك ولا ايه؟ وهو بيقول له لا، دي مختلفة عن المرة الاولى اللي انا كنت فيها. ومون بيقول له بص، هو في كل مرة المواضيع بتختلف، يعني مرة بيكون في محاربين صادقين، وممكن برضه تلاقي ناس بتختفي في الظلام زي القتلة كده، وكمان في مشعوذين او حتى سحرة. انت شايف الندبة اللي على دراعي دي عميقة جدا لدرجة ان انا حتى مندهش انها لسه ما اتقطعتش، وده جرح انا خدته من 6 سنوات من غارة رئيس من فئة AA في جزيرة جيجو، واللي شارك فيها كان 70 واحد، ولكن اللي نجي كانوا 5 بس، وانا لسه مش قادر انسى اليوم الكابوسي ده. وبنروح فلاش باك وبنشوف مجموعة من المستيقظين وهم هازمين وحش عملاق. واحد منهم بيقول يا ترى الرئيس مات، والتاني بيقول له الحمد لله، انا كنت متوتر جدا، ده كرئيس من فئة AA، ولكن هو دلوقتي ميت فعلا. ولكن مون سو هيوك بيقول لهم استنوا لحظة، مش المفروض الرئيس مات؟ هو ليه ما تمش تطهير البوابه لحد دلوقتي؟ واحد تاني بيقول له انا متاكد اللي هيتم مسحها لما ننتهي من المهله الزمنيه، خلينا ناخد استراحه في مكان قريب. ومون سو هيوك بيكون مستغرب، ولكن هو بيسمع كلامه، وبعد كده بيبقى في حالة طوارئ وبيتم قتل 10 أفراد مستيقظين، وهم بيقعدوا يشكوا في بعض وبيقولوا مستحيل يكون في حد تاني غيرنا هنا، أنا ما شفتش أي وحش تاني. مون سو هيوك بيقول لهم أنا كان قلبي حاسس في حاجة غلط في البوابة دي، وبيقول لهم جثة الرئيس دي كانت مزيفة. وفجأة واحد تاني من عندهم بيموت وهم بيخافوا جدا، ومون بيقول لهم الرئيس الحقيقي مستخبي بينا ومتنكر زينا بالظبط، احنا لازم نقبض على اي فرد مستيقظ بيتصرف بشكل غريب ولو حتى شوية صغيرة، وإلا الكل هيموت. وبنرجع للحاضر وبيقول للسيد كيم انا ساعتها كنت بتظاهر بالهدوء، ولكن المكان ده كان اكتر مكان مرعب انا كنت فيه. وساعتها السيد كيم بيخاف شويه، ومون بيكمل وبيقول له الرئيس ممكن يكون رفيع المستوى وذكي جدا عن باقي الوحوش العاديه، وممكن كمان يستخدم الاوهام او حتى الحيل علشان يتظاهر بانه انسان. والسيد كيم بيساله يا ترى احنا المفروض نعمل ايه؟ وهو بيقول له انا عايزك تثق في الدرع اللي معايا ده، هو عامل زي السيف السحري اللي بيمتلكه تشا، وده عنصر من الفئة SS مش موجود منه غير 2 في كل أنحاء كوريا الجنوبية، واسمه درع الرعاية، وده بيوفر درع رعاية وحماية قوية جدا ضد الهجمات على الجسم بالكامل. ولو أنا كان عندي الدرع ده لما كنت في البوابة بتاعت AA مستحيل كان يتم خداعي بسهولة. أنا لما بعت لك الإشارة انت مش المفروض تتردد ولازم تهاجم فورا، حتى لو كان الهدف شكله زميل لينا او حتى صديق او حتى واحد من العيلة، التردد هيخليكوا تموتوا مش اكتر. وبعد كده هما بيخشوا وبيلاقي جثة وحش الرئيس موجود، ومون سو هيوك بيفهم الموضوع غلط وبيقول ده نفس المشهد اللي كان في اليوم بتاع الكابوس بتاعي، والفرق الوحيد ان في شخص كان مستنينا جوه، وده بيكون بطلنا جين يو اللي لابس قناع ايرون مان تاني، وبيقعد يقول لهم انا كنت مستنيكم. وبعد كده بنفتكر سانجريم وهو بيقعد يقول لبطلنا يا سيدي انت لازم تغير لهجتك لما تكون مخفي هويتك، الطريقه اللي انت كنت بتتكلم بيها كانت غير عاديه جدا. وهو بيقول له انا مستحيل، ازاي بس؟ وسانجريم بيقول له يا باشا انت غلطان، مفيش ولا واحد في كوريا بيتكلم زيك دلوقتي، علشان كده في المستقبل لما تخفي هويتك حاول تقلد الطريقه بتاعت اي شخص في الافلام، وانت يا سيدي اكيد عارف احسن مني وانت لازم تجرب تعمل كده. وبطلنا بيعمل كده فعلا وبيقول لهم انا كنت مستنيكم، وهم بيقولوا في بالهم الوحش الزعيم اهو وكمان بيتكلم معانا. ومون سو هيوك بيقول في باله خلونا نهدى، الشخص اللي انا عليه دلوقتي مش نفس الشخص اللي اتهزم، وانا مش هتأثر باي اغراءات او اي اوهام مرة تانية. وبطلنا بيقول لهم لما انتوا كنتوا جايين يا شباب انا استعرضت على الرئيس وكمان خلصت عليه، وهو بيكون بيستعمل مصطلحات كانت موجودة في مسلسلات قبل كده، وهم بيستغربوا جدا من كلامه. ومون سو هيوك بيدي امر للكل انهم يهجموا عليه وهو بيستغرب جدا منه، وبيقول في باله انا افتكرت انها عبارة كويسة جدا، هو ليه بيتفاعلوا معاه بالطريقة دي؟ وفعلا
مون سو هيوك بيكون نفسه يقتله وبيروح يهجم عليه وبيقول له يلا انت لازم تموت. وبطلنا بيقول له ايه اموت؟ انت فعلا وقح جدا، انتوا اللي لازم تموتوا بدلا مني. وبطلنا هو اللي بيروح يهجم عليهم، ولكن مون سو هيوك بيستعمل درع الحماية والدرع ده بيهجم عليه، والهجمة فعلا بتيجي في بطلنا، ولكن بطلنا بيستغرب بيقول ايه انا ما حصليش حاجة، هو ايه اللي بيحصل؟ وبنعرف ان تأثير قاطع الحماية بيلغي حواجز الحماية والمهارات وتأثيرات العناصر التانية. وبقية المستيقظين بيقولوا يلا جه الوقت، الرئيس دلوقتي مش هيقدر يستخدم اي مهارة، ولكن جينيو بيهزمهم في لمح البصر، ولكن هو مش بيقتل حد منهم. ومون سو هيوك بيقول في باله ده طلع قوي جدا، دي مسألة وقت بس، ولكن كل المستيقظين هيتم اسقاطهم بضربة واحدة بس منه. وبنشوف جينيو وهو عمال يستعرض قوته وبيضربهم بطريقة غريبة وبيقعد يقلد المسلسلات والافلام. ومون سو هيوك بيقول في باله هي ايه المهارات اللي بيستعملها دي، وليه برنامج فك الحماية بتاعي مش شغال عليه؟ وبنعرف ان مون سو هيوك مش بيتفرج على التلفزيون اصلا، علشان كده هو مش فاهم اي حاجة من اللي بيعملها ايرون مان اللي قدامه ده، وانا قصدي هنا على بطلنا جينيو طبعا. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اكتبوا لنا توقعاتكم في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتغرقنا لايكات وكومنتات، وما تنساش طبعا تصلي على النبي وتدعو لاخواتنا. دمتم سالمين، يلا سلام.